عايز اقول لكم تقرير سويسري مهم اتكلم عن صفقة الاهلي اللي جاية، والمح بقوة انه يعني الاهلي بيقترب بقوة من ضم الجناح بتاع نادي سيون، موقع اسمه سويس فوتبول ماجازين. ده سويسري، مجلة سويس فوتبول السويسرية يعني. عملت تقرير هقول لكم ترجمته اهو قدامنا اهو التقرير. وفقا لمعلوماتنا ده تقرير اللي بيقول يعني سيكون جناح نادي سيون الياس الشوارف في مرمى نادي الاهلي المصري في الدوري الممتاز في مصر، واسطوره كره القدم الافريقيه والنادي الاكثر تتويجا بالالقاب في القاره. وفقا لمصادرنا قد يعرض عليه راتب لا يقل عن مليون دولار في الموسم، يعني معناها انه بياخد في سيون اقل. خد بالك يعني مليون دولار هناك رقم، هو بيقول مليون دولار يعني في اغراء في الرقم. احنا عندنا لعيبه بتاخد مليون ونص وفي بيوصل 2 في الموسم. هل سيكون الرحيل الى مصر خيارا جيدا له ولنادي سيون ام يجب ان يبقى في الدوري الممتاز؟ ده الحقيقه الان اللاعب الاجنبي الاقرب وصولا للنادي الاهلي. شوارف ده له اصول عربيه وفرنسي مغربي، يعني اصوله في الاخر عربيه. الحمد لله دخلنا على منتصف شهر يناير وما بنسمعش عن صفقات النادي الأهلي إلا في الإعلام. النهاردة محمد شبانة بيعلن النادي الأهلي بيخلص مع جناح سون السويسري. لما نشوف المفاوضات هترسى على ايه، الواحد ما عادش بيصدق اي حد الا ما يلبس التيشيرت النادي الاهلي ويمضي. دوك شايفين قائمة مباراة النادي الاهلي النهاردة، مفيش اي هجوم بالنسبة للنادي الاهلي. يا مسهل الحال، والخطيب بيجيب لنا صفقات.